ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل الكنافه باللوتس بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم جدا. وطبعا زي ما احنا متعودين كريمه اللوتس بنعملها مع بعض، سايبالك لينك الفيديو بتاعها شوفيه واعملي زيها. الكنافه اللي محتاجينها ربع كيلو، قطعتها بالمقص كده لانها كانت فريش. لو متجمده عندك في الفريزر حطيها في محضره الطعام وطحنيها. 3 معالق زبده كبار. لما ساحوا حطيت الكنافه وتقلبي بقى على نار هاديه، ما تعليش النار عشان ما تحرقش مننا، لحد ما تاخد لون ذهبي جميل كده. في اخر تقليبه خالص هنحط لها 4 معالق سكر بودر ونقلب لحد ما يدوب السكر بالشكل ده. ما تحطيش السكر بدري، لان السكر لما بيتحط بدري بيخلي الكنافه تبقى طريه، لكن كده هتفضل مقرمشه معاكي، حتى لو باتت في التلاجة هتفضل مقرمشه. عملنا بقى كريمه اللوتس اهي بالشكل ده كده، طالعه مظبوطه وجميله. افتحي بقى الفيديو واعملي بنفس الطريقه، حلوة جدا ومش مكلفة خالص. الكريمة بتاعتنا انا عملتها بس للأسف ما اتصورتش، حطيتها في كيس الحلواني ده وهنستعملها. الكاسات اللي هنستعملها بالشكل ده، حطيت فيها معلقتين كنافة الأول كده وسويتهم، بعد كده حطيت الكريمة. الكريمة بقى عملناها ازاي؟ 3 مربعات جبنة كريمي، ضربتهم بمضرب البيض مع معلقتين سكر بودر لحد ما دابوا كده، وبعدين حطيت عليهم 150 جرام كريم شانتيه وكوباية لبن ساقع. هتعملي بقى الكريمة اهي كده، ولو اتبقى منك حاجة حطيها في كيس في الفريزر، ممكن تستعمليها في أي وقت. بعد كده حطيت طبقة تانية من الكنافة وسويتها كده بالمعلقة، وبعدين هنحط بقى اللوتس آخر حاجة. حطيت اللوتس في كوباية كده علشان يبقى الاستعمال أبسط وأسهل بالطريقة دي كده. هتحطي بقى الكمية كده اللي محتاجاها، وبعدين تسوي بالمعلقة بالشكل ده. ممكن بقى تسيب الطبق كده خلاص، او ممكن تزيني الوش زي ما تحبي، بجوز هند، بسكوت لوتس على الوش، بحبة مكسرات، حبة فول سوداني. التزيين دايما بتاعك زي ما تحبي بقى. انا حطيت بقى اللوتس كده، وبعدين زينت كام كاسة كده بالبندق، وكام واحدة بالبسكوت اللوتس المكسر. بس بالطريقة دي سهلة جدا، لا شربات بقى ولا فرن ولا حاجة، ومش هتاخد معاكي وقت، يعني ما فيش بتاع 10 دقايق وانتي بتعمليها. وتقديمها في الكاسات كده احلى بكتير. انتي ممكن تعمليها في صينية، بس كده في التقديم احلى. تخليها بقى التلاجة نص ساعة كده او ساعة، وتتقدم بألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.